شفتي شي انفلونسور ولا شي صانع محتوى عنده شي غلط كبير في شي فيديو ديالو، وشفتي الناس كيتفاعلوا في لي كومونتير وكيصحوا ليه بحال هادشي اللي نوريكم دابا. قواعد ديال هاد الكينغ ليكس راه في شكال. هذاك الشيء ماشي صدفه، اجي نشرح لك علاش. كاين واحد الاسلوب اللي ولاو كيديروه صناع المحتوى ولي زانفلونسور في لي فيديو ديالهم، هو انهم كيديروا واحد الغلط اللي متعمد في لي فيديو ديالهم باش يزيدوا من التفاعل ويشدوا الانتباه ديال المتابعين. وفاش كتمشي تشوف كتلقى الناس فريمون كتفاعل مع داك الغلط وكتصحح لي زانفلونسور في لي كومونتير وكل شيء، واخا لي زانفلونسور هما عارفين باللي داك الشيء دايرينو متعمد. وهذا الشيء هو اللي كيتسمى في عالم الماركتينغ الانترناشونال اير ماركتينغ. السؤال المطروح هنا هو علاش كيديروا هذا الشيء اللي اصلا هما ما محتاجينش ليه. الهدف واضح وباين، هو ان لي زالغوريثم ديال لي بلاتفورم ولا الخوارزميات ديال المنصات كل ما زاد التفاعل في هذاك لو بوست ولا في هذاك الفيديو كيزيد يطلع لبزاف ديال الناس اللي ما فولوينش ولا ما متابعينش هذيك لاباج ولا هذاك الانفلونسور. وانتوما شنو رايكم في هذا الاسلوب هذا؟ واش كيبان لكم انه فكره ذكيه كتستاهل انها تنشر وتعرف، ولا هي شي حاجه اللي غير اخلاقيه وما خاصهاش يدار؟ بغيت الراي ديالكم ضروري في لي كومونتير.